الحق مو عليهم، الحق عليك انت يا سعودي وانت يا سعوديه اللي تركين تجاره ارباحها ما تقل عن 100,000 ريال شهريا. لمين؟ للمتسترين. تعالوا نشوف وين وصلت فيهم يهددوني. هذا كتالوج دار زبرب اللي يبيع لك على التيك توك. سعر الحبة البديل الخشب 20 ريال، وسعر اللوح البديل الرخام 100 ريال. إذا ما قاطعناهم الحين والله ما يمديك، السنة الجاية تبغى لك شركة، والله ما عاد في فايدة من المحلات. خلونا نقاطعه وخلي التيك توك ينفعه. وهذا الكتالوج الثاني المعززين، يلا كل واحد يطلع كتالوج ويرميه. التعزيز من بعيد مش حلا، خلونا يد واحدة. هذول ايش قصتهم؟ هذول اصحاب محلات الديكورات متضايقين اني انا ابيع للعميل مباشره، لا يبغون انا ابيع لهم هم، وهم يتحكمون بالاسعار. لكن لو كان السعودي والسعوديه اصحاب محلات كانت تلاقي التعاون تام بيننا. وش مضايقهم؟ مضايقهم ابيع بديل الخشب ب 20 ريال، ما يبغون هذا الكلام، يبغون انا ابيع لهم اياه ب 20 ريال وانت تروح لمحلات الديكورات ويبيع لك اياه ب 40 او 50 ريال. لكن لما اكثر العملاء صاروا يتوجهون لنا، الشيء هذا ضايقهم، سووا حمله واتس ومحلات ومقاطع، صارت البراند عندهم ايش؟ يمسك الكتالوج ويرميه في الزباله ولازم يصور، زي ما شفتم في المقطع، متعاونين والفزعه تقول اننا في حرب. طيب انا دعمت السعوديين؟ ايه دعمتهم، ومو دحين، من قبل 3 سنوات يجي السعودي ادرب له عمالته مجانا، اوفر له العملاء، المستودع مفتوح له، اللي يبيه لين يوقف على رجوله. طيب انا كده قصرت؟ فوق هذا نلاقي تكاسل من السعوديين.